سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة دعوة يدعوها يوميا في صلاة الوتر. وما دامت دعوة يومية يبقى سيدنا محمد مش عايز المعنى ده يغيب عنك. سيدنا الحسن بن علي بيقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، صلاة يومية: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. العطاء والبلاء اللي هو قضاء ربنا جواه خير وجواه شر، فلو ربنا صرف عنك شر ما قضى من العطاء أو البلاء نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو بتشوفي الفيديو الصبح صباح الورد، لو بتشوفيه بالليل مساء الفل، على حسب طبعا كل واحد فينا بيشوف الفيديو امتى. لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر، ودي قناتي قناه روتينات. لو عجبتك الفيديوهات ان شاء الله ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. وقولوا لي كده توقيت الفيديو لما بينزل الساعه 7 او 8 افضل، ولا نخليه الساعه 11 او 12 الصبح؟ عرفوني كده واكتبوا لي في الكومنتات. ابتديت هنا معاكم اليوم من الصبح، مش الصبح بدري قوي، حوالي كانت 12 تقريبا او 12 ونص. كانت البنات هنا، عندي بناتي في الامتحانات، ندعي بقى لكل ولادنا وبناتنا ربنا يا رب يوفقهم ومعاهم وينجحهم، ونشوفهم كده يا رب اسعد الناس واحسنهم، واللي لسه طبعا ما امتحنوش او لسه ما خلصوش ربنا يا رب معاهم كده ويفرحنا بولادنا كلهم. فلما رجعوا بقى، طبعا راجعين بقى من الامتحانات والدروس مفرهدين، فقلت ادلعهم كده واعمل لهم كده فطار متين عشان كده ربنا يهديهم ويدخلوا يذاكروا. ابتديت الاول ان انا غليت اللبن، وبعدين ابتديت اعمل لهم كده شويه خضار كده بسيط، فلفل وطماطم وخيار كده، عشان ايه يعني يفتح نفسهم. عارف الالوان في الاكل بتساعد ان لو عندك ولاد مثلا مش بياكلوا كتير او مش بياكلوا كويس او مش بيخلصوا يعني وجبتهم كلها، الالوان دي بتغير بسرعه، واحنا كمان ككبار بتغير في مودنا في طريقه تقديم الاكل. كان في حتى مثل يقول العين بتاكل قبل الفم يعني. المهم بقى هنا ايه، قطعت لهم كده اتنين خيار، وابتديت اقطع لهم كده بصلايه طماطميتين ولا حاجه، عشان احط فيهم البيض. قلت بلاش اعمل لهم البيض بطريقه اعتياديه او الطريقه التقليديه بتاعتنا، او مثلا ان انا اعمل لهم اومليت. قلت لا، اعمل لهم كده بطريقه جديده عشان خاطر ايه ياكلوا كده ونتبسط بطريقه الاكل. لو صوتي واطي في المونتاج عرفوني، عشان في ناس بتقولي بس انا لما بسمع الفيديو بحس ان الصوت عالي وكويس، بس في ناس قالت ان الصوت واطي. لو واطي عرفوني يا جماعه، عشان لو كده ممكن يعني اشوف بقى ميكروفون او اتصرف لو فعلا الصوت واطي. جبت بقى هنا معايا 4 بيض، حطيت عليهم فلفل اسود، زعتر، ايه تاني، ممكن تحطي كمون لو مش حابه براحتك، وملح. وحطيتهم بقى كده على الطماطم وعلى البصل، وهجيب مقلايه او طاسه يعني، واحطها على النار واحط فيها زبده وسمنه، او زبده بس زي ما تحبي. وهحط الفلفل في الاول كده يتشوح كده تشويحتين. انا كنت هنا بصراحه قلت احط يعني اعمل لهم الفلفل وجواه البيض، فاهميني؟ هتشوف دلوقتي. فجت بنتي الكبيره جمانه جايه بتقول لي ايه، لا 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 اعمليه كله، احنا لسه كانوا جعانين يعني. قالت لي احنا لسه هنستنى كل واحده وتقلبي وتشقلبي، لا اعملي اعملي لنا يعني، حطي البيض كله على الفلفل. هتشوفوا دلوقتي لما تيجي وانا بحط البيض. عايزين بجد ندعي لنفسنا في الايام دي كتير قوي، ربنا يقوينا ويلطف بينا بجد. توقيت صعب قوي اللي احنا فيه، واحنا داخلين على ايام خير، ايام ذو الحجة. كل سنة واحنا وكل سنة وكل الناس طيبة يا رب وبخير. يعني الايام دي حلوة قوي في انك تحاولي تعملي خير، انك تدعي كتير،
آه، ايام كلها بركة وخير. آه، يعني تذكري ربنا كتير، يعني حاولي ان انت كل وقت بجد عندك فاضي حاولي ان انت فيه تذكري ربنا فيه، وربنا يا رب يجعله كده في ميزان حسناتنا. وطبعا اكيد اللي يقدر يصوم يصوم. انا عارفة ان طبعا التوقيت كلنا عارفين ان الاذان بيأذن متأخر الساعة 8. وكمان غير ان الجو طبعا حر جدا. آه، بس نذكر نفسنا كده ان شاء الله كده يا رب ربنا يتقبل، واللي يقدر مننا يصوم طبعا اكيد يصوم. احنا ما علينا غير ان احنا بنذكر يعني بعض وكده. شايفين في الاول حبيت ان انا ادلق في كل واحدة فلفل البيض، بس هنا راحت جت قالت لي لا 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 ادلقي كله كله. بس هو بصراحة طلع حلو قوي، عارفين زي البيتزا كده بالظبط، بس كانت حلوة قوي. هنا كنت بقى بحاول اشوف البيض اللي كان لسه جوه البيض نفسه، جوه الخضار، فاجيبه على الطروف عشان خاطر كله يبقى مستوي، عشان لما اجي اقلب البيض تطلع كلها زي قرص واحد يعني. هنا حسيت ان الطبق صغير، هغيره، بس بعد كده هقول لا مش لا مش نافع، فهغيره بصراحة. ناخد بالنا برضو كويس قوي من واحنا بنعمل الحاجات دي، عشان خاطر ساعات بنتلسع، وزي ما هنا كده اتلسعت كده، او مثلا لا قدر الله تطلع او تتقلب منك. فربنا يا رب يسترها علينا احنا كأمهات بصراحة، او كأولياء امور بنقف كده في المطبخ وبنعمل لأولادنا حاجات. اكيد طبعا معرضين بنتلسع وبنتحرق وحاجاتنا كده صعبة يعني. هنا بقى كنت طبعا عملت الشاي بلبن. وعملت دي جبنة عاملينها في البيت على فكرة، ان شاء الله الايام الجاية دي ربنا يقويني كده واوريكم ان شاء الله كده ان انا اعمل لكم طريقة الجبنة دي. وجبنة بطماطم، وعملنا مسقعة بس ما كنتش جايباها، كنت جايباها من المطعم. وده كان الفطار، كان خطير قوي. قلت بقى عقبال ما افطر انا والبنات دخلت كده مليت البانيو، وحطيت فيها البطانية علشان خاطر انا البطاطين عندي بصراحة بغسلها في البيت، انا ما بنقعهاش يعني سوري ما بحطهاش اسفه، ما ببعتهاش للدراي كلين، علشان خاطر بصراحه انا بقرف قوي ان انا انزل سجاد، ما عنديش مشاكل، لكن ما اقدرش انزل بطاطين. عايزه اقول لك بقى، وممكن بقى تنقعيها من بالليل لغايه الصبح بتنزل كل حاجه. هي طبعا البطاطين يعني يعني بتكلم عن بطاطين عندي مش مهلوكه كتير، او ما فيهاش بقع او حاجه، فما بحطش حتى يعني بسمع في ناس بتحط الطاس وناس بتحط كلور ابيض ومش عارفه ايه. مش عارفه، هو طبعا كل واحد حسب ما بيغسل حاجته، بس انا بس بكتفي بالرابسو او بالبتاع بتاع المواعين اللي اسمه ايه ده، المواعين قصادي فاتلخبطت قلت المواعين. ال- الجل اللي اسمه ايه نسيت، البرسيل او الجل، الحاجات اللي انا بحطها ممكن كلوروكس الوان بس كده، وبنقعها مثلا ساعتين 3، او لو منقعها من مثلا بالليل لغايه الصبح وبتشطفيها وبتبقى كده كده زي الفل معاكي. هنا بقى بعد ما خلصت النقع الفطار ونقع البطانيه، دخلت بقى قلت ايه، ما عنديش مواعين ومطبخ نضيف، كنت انا عامله معاكم روتين قبلها بيوم وغسلت فيه المواعين بعد الغدا الحمد لله. وكنت كمان روقت جزء من الريسبشن معاكم، وعايزه اقول لكم والله العظيم اتبهدل. يعني كنت مخلصه بالليل، جيت بعد الصبح عقبال ما نزلوا المدرسه وجم فطروا ومش عارفه ايه، كانوا بهدلوا لي الدنيا تاني. هنا بقى قلت بقى ايه، ادخل كده واتشجع بما اني كده عندي باور الحمد لله، والمطبخ نضيف، عشان خاطر ما اخليش بقى مواعين الغدا على مواعين الفطار. فدخلت غسلتهم. احنا اتفقنا ما دام احنا قادرين نقف ونغسل الحاجه نقف ونغسل الحاجه. لو الروتينات او الحاجه اللي انا بعملها عندكم فيها اي كومنتات ابعتولي قولوا لي لا انت مثلا في هنا حاجه في كده، في لا ده مش عاجبنا، لا اعملي ده. انا بتقبل عادي اي كومنت او اي نقد. لو مثلا في حاجه مش عاجباكم في الروتينات عرفوني. هنا بقى كنت الحمد لله قربت ان انا اخلص، وهستف بقى المواعين والحاجه، وهطلع بقى على الريسبشن هفوره. يعني هفور الريسبشن معاكم وهشيل كل حاجة فيه علشان خاطر ان شاء الله كده نبدأ واحنا بننظف تنظيفات العيد واحنا بنفرش الحاجة، تبقى الدنيا معانا سهلة. احنا اتفقنا ان احنا هنحاول ان احنا نقول مع بعض افكار قبل ان تساعدنا يعني كستات بيوت
او ان احنا مثلا موظفات، ازاي ان احنا نساعد بعض. طيب هنبتدي ازاي؟ يعني مثلا انا قلت بدل ما ابتدي كل حاجة او مثلا اوضة اوضة واخلصها فتاخد مني مثلا وقت، او ان انا اتعب في التنظيف مرة واحدة. وكنت بعمل كده على فكرة زمان. قلت لا، انا هعمل ايه، هبتدي مثلا زي حاجه مثلا زي البطاطين. لو انت ما غسلتيش البطاطين ابتدي بقى كده، لسه معانا حوالي ان شاء الله 12 او 13 يوم على العيد، كل سنه وانتم طيبين. ابتدوا بقى ان انتوا ايه، لا بطاطين لا تتغسل، سجاد لو هتغسلي سجاد تنزليه، او لو نضيف مثلا انت تبتدي مثلا لو هتنضفيه على الناشف، اللي هو هتجيبي هتجيبي رابسو، هتجيبي الحاجات اللي بنغسل بيها كده وتنضفيه كده بالفرشة كده. ابتدي اعملي كده وهويه، عشان لما تيجي تفرشي يبقى معاك نضيف وريحته حلوة دوني، والكلام ده كله بيفرق. لو عندك مثلا ركنة انتريه صالون، ابتدي مثلا انك تنضفيه عشان يلحق ينشف، علشان خاطر ما يبقاش كله هلك مرة واحدة. فانا قلت بقى ان انا ايه، غسلت البطاطين، نزلت السجاد، هبتدي بقى ان انا انزل الستاير، هبتدي عندي كوشن ان انا اطلع الكوشن والحاجات دي ان انا اشيلها، احطها في الغسالة مع مفارش، مع السفرة، مع مفارش على ترابيزات، كل ده يتغسل عشان خاطر لما اجي افرش ما الدنيا ما تبقاش هلكة معايا. البوتاجاز كان هنا عندي نضيف، بس قلت برضو اديله كده تلميع علشان خاطر يفضل نضيف. لما بقعد يومين من غير ما اعمله بيبقى شكله عارفه بيسد نفسك انك تدخلي تقفي كده تعملي فيه اي حاجه. بس لما يكون حتى لو مش لازم، حتى يعني ما كانش محتاج اصلا ان انا اعمله بالسلك او حاجه، بس انا قلت ايه بالمره بما اني قادره وواقفه اعمله. يعني هو كان حتى لو كنت جبت كده فوطه ولمعته كده كان هيبقى زي الفل، بس انا قلت بقى بالمره، وعشان خاطر لما اجي اغسله التنظيفه الحلوه ما يتعبنيش او ما يبقاش عليه اي دهون او اي حاجات كتير. زي ما اتفقت معاكم نبتدي نسهل على نفسنا. آه يعني مثلا حركه زي اللي انا عملتها دلوقتي، ان انا ايه، رحت جايبه كده الفوطه ولمعت من حوالين البوتاجاز. لما اجي انضف تنظيفه العيد او التنظيفه العميقه بتاعتنا، الدنيا هتبقى معايا نظيفه، مش هتبقى الدنيا معايا هلكة. كنت نضفت برضو معاكم من فترة الظرف بتاعة المطبخ من جوه، عشان خاطر وقت زي كده لا انا ممكن انضف بقى الظرف من بره بس. يعني لما الظرف كده من بره كده تلميعة حلوة، وكده انا عندي المطبخ الحمد لله مترتب ومتنضف من جوه، وخففت على نفسي وقت زي كده ان انا لسه هقلب المطبخ من اول وجديد، او لسه ان انا لا والمطبخ كبير، لا المطبخ مش عارفة ظرفه كتير، لا المطبخ مش عارفة ايه. لا كده يبقى انا هونت على نفسي قصة تنظيف المطبخ من جوه الظرف نفسها. يبقى معايا بس كل اللي انا هعمله انضف البوتاجاز من جوه، وان انا هنضف مثلا الارض اسمه ايه، الحيطان بتاعه المطبخ، وهي كده كده ايدي فيها على طول بس نضيفه. زي ما قلت لكم بلاش نهد نفسنا مره واحده، واحده واحده. ومعاكي وقت، يعني النهارده وممكن تعملي في اليوم كذا حاجه. يعني النهارده مثلا عملت حاجه جزء مثلا في المطبخ، هطلع مثلا الم ملايات والم الكوشن زي كده، مثلا لميت كل الكوشنات عندي، المخدات الصغيره دي كل عشان اغسلها مع المفارش، مع الحاجات اللي انا كنت خلعاها او شايلاها من على الترابيزات، او مثلا من على سفرة، كفرات اي حاجة بقى، كفرات كراسي، كفرات اي حاجة عندك كفرات، تشيلي كل ده واغسليها، هتلاقي نفسك لميتي جزء كبير وحاجات كتير، فسهلت عليكي. انا كنت الفترة اللي فاتت مغيرة لو كنت اعرف ان انا هفتح قناه والله كنت صورت معاكم، بس هو كل حاجه نصيب زي ما بيقولوا. كنت موضبه الريسبشن، بيضته، يعني غيرت الدهان بتاعه. وكان عندي حيطه كده اللي هي حيطه التلفزيون دي، كان هي ورق حائط فغيرته. وجبت الحفاظات اللي هي في الارض دي بدل السجاد، وجبت الستاير اللي ورا دي كله على رمادي. وكنت جايبه، كنت بصراحه زهقت وطقت من البنيات، يعني كل البنيات دي فكنت عايزه اغير بقى كل حاجه على يعني فيها نكسرها بالجري. فغيرت الستاير، وغيرت بدل ما اشتريتش سجاد، اشتريت اللي هي الحافظات دي الاتنين دول، يعني دي وواحده اللي هي كانت جنبها. واشتريت كفر للركنه لونه جري، بس للاسف بقى هنا بقى كانت المشكله انه طلع للاسف صغير، يعني للاسف
الركنة ما شاء الله عندي كبيرة عريضة، هي طبعا مش باينة قوي في الكاميرا، بس عريضة، عريضة جدا. بس للاسف ما مش، فلازم بقى حاجه تتفصل، وانا ما كنتش عايزه اتفصل بصراحه، لاني كنت مفصله ستاير قبل كده وطلعت عينيا في الستاير في التفصيل بتاعها. فكنت عايزه اغير كله على في اكثر بقى، بدل كله كافيهات وكله بنيات، فكنت عايزه اعمل على جريهات، بما ان هي طبعا لون موضه، وكمان انا مش ببقى ماشيه قوي مع الموضه على قد ما يبقى اللون عاجبني او مريحني. بس للاسف ما لقيتش، فطبعا ما تحسي بقى الدنيا عندي ما بقتش متناسقه زي ما انا كنت حاطه في دماغي. يعني الركنه كانت هتبقى فيها الجري، الستاير فيها جري، ال- الحافظات اللي هي بديل السجاد كانت هتبقى على جري، فالدنيا كانت هتبقى ماشيه حلوه. بس يعني الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. البياض كنت عملته افتح حاجه في اللي هو مش مبين قوي في الكاميرا. بس كنت عامله افتح درجه في بكنس دلوقتي معاكم، لقيت البتاعه طارت، الرجل بتاعت بتاعت الترابيزه طارت. بس يعني هنقول قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله يعني. بس هحاول بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ان انا اغير الكفر بتاع الركنه. وهنا الحمد لله بقى كده نظفت كل الريسبشن، نظفته كله ولميت كل حاجه فيه، فاضل بس هلمع الحيطان. كده معاكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ونغسل كده ونروق كده على الارضيات وعلى الحوائط ان شاء الله. آه، وكده ونبتدي بقى ان شاء الله كده في فرش العيد. كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكون الروتينات بتعجبكم، ويا رب ما تكونش بتملوا يعني من الفيديوهات. ولو وصلتوا لغايه هنا شكرا جدا، دمتم في رعايه الله. اشوفكم في فيديوهات جديده، مع السلامه.